مشاهدي بانكير، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده جايين نتكلم في كذا موضوع. هنتكلم النهارده عن شهادات الادخار اللي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر النهارده بمعدلات عائد طبعا مرتفعه جدا، وكانت بعض كان متوقع انها تكون اكتر من كده، والبعض كان متوقع انها تكون في نفس المعدلات اللي طرحت بيها اليوم. والنهارده برضه هنتكلم عن الذهب واسعار الذهب وايه المتوقع في اسعار الذهب خلال الفتره القادمه، وهنشوف برضه هل الاسعار العالميه ارتفعت ولا ظلت كما هي خلال الفتره السابقه والفتره الحاليه. هنتكلم كمان عن الدولار، وهنتكلم عن المؤشر CDS والخاص بتكلفه التامين على مخاطر او ضد مخاطر ديون مصر الدوليه الخارجيه. خلينا نبتدي بمؤشر CDS. وزي ما قلنا قبل كده ان مؤشر CDS ده مؤشر دولي بيعبر عن تكلفه التامين ضد مخاطر سداد ديون مصر الخارجيه وطبعا او الدوليه. وخلينا برضو نقول ان المؤشر خلال الفتره القليله الماضيه سجل 1244، طبعا متراجع عن الدرجه اللي كان مسجلها في مايو 2023 واللي كان فيها مسجل 2100 نقطه. وطبعا احنا لما نشوف ان هو النهارده بيسجل 1244 نقطه، ده يعني حاجه بتدل على ان مفيش مخاطر في اتجاه مصر ان مصر تكون فيها تعثرات او مصر تكون غير قادره على سداد ديونها المستقبليه. طبعا كون مؤشر دولي زي برضو خلال الفتره اللي فاتت بينزل وبيتراجع من 2100 نقطه وسجل 1750 نقطه، واللي متابع معانا برضو كان مسجل 1600 نقطه، والنهارده كان اخر نقطه ليه كان خلال الشهر السابق كان مسجل 1345 نقطه. النهارده المؤشر اعلن عن تسجيل 1244 نقطه، ولا زال الانخفاض مستمر. ومعنى ان المؤشر ده ينخفض يعني مصر قادره على سداد والوفاء بالتزاماتها الخارجيه وسداد ديونها السياديه في الاوقات المحدده. طبعا دي خبر من الاخبار الكويسه جدا، واللي بعض وكالات التصنيف العالميه شككت في يوم من الايام ان مصر ممكن ما تكونش قادره على سداد ديونها المستقبليه في مواعيدها، ولكن الحمد لله احنا شايفين ان المؤشرات الدوليه كلها بتقول ان مفيش اي مشاكل لمصر خلال الفتره الحاليه او المستقبليه ان مصر تسدد ديونها في الاوقات المحدده. نخش بقى دلوقتي على الموضوع الثاني وهو موضوع الشهادات. البنك الاهلي النهارده وبنك مصر فاجئونا ومبكرا انهم طرحوا شهادات ب 23.5% و27% طبعا لمده سنه واحده فقط، ولكن 23.5% يضاف العائد ليك شهريا، وكمان ال 27% يضاف العائد سنوي. طيب النهارده في ناس طبعا هتيجي تقول ايهما افضل ليا، هل اخش واستثمر في الذهب ولا اخش في شهادات الاستثمار خلال الفتره القادمه؟ خلينا نقوله بحسبة بسيطة قوي، حاجة كده هنعملها هيبقى حسبة عملية. ان النهاردة لو قلنا حد معاه 100,000 جنيه وجي يستثمر النهاردة في الذهب، النهاردة سعر الذهب كان 3195 جنيه بيع بالنسبة لعيار ال21 و 3175 بالنسبة للشراء، هنقول 3200 جنيه، والنهاردة راح يستثمر فيهم ويشتري بيهم بال100,000 جنيه ذهب. المبلغ يجيب حوالي 31 جرام. النهارده في توقعات او مع توقع من بعض الافراد ان الذهب يوصل 4000 جنيه، يعني النهارده يبقى العائد معاه في خلال السنه انه يجيب ال 31 جرام دول في 4000 جنيه للجرام، يعني يحقق 125,000 جنيه. 125,000 جنيه طبعا ده ببيع ال 31 جرام بسعر 4000 جنيه. طيب النهارده لو جينا استثمرنا في الشهادات ال 27% لمده سنه في شهادات الاستثمار او الشهادات الادخار اللي طرحها البنك الاهلي المصري وبنك مصر النهارده، في السنه المفترض انه يكون محقق عائد 27,000 جنيه يضاف الى المبلغ الاساسي اللي هو ال 100,000 جنيه، يعني اجمالي المبلغ يبقى 127,000 جنيه. طبعا الموضوع مش محتاج لان هو محسوم بالارقام ان ال 127,000 جنيه في شهادات الاستثمار هي افضل بكتير جدا من ال 125,000 جنيه اللي هتيجي من الذهب لو توصل سعر جرام الذهب ل 4000 جنيه. طبعا احنا ما قلناش المخاطر اللي ممكن الذهب ينزل ويهبط سعره في اي وقت من الاوقات، برضه ما قلناش يعني موضوع ان الدمغه النسبيه والعمولات اللي بتتاخد على المصنعيه الخاصه بالذهب
سواء في حاله الشراء او سواء في حاله البيع مره ثانيه. طبعا كل واحد هو يقدر يقول النهارده انا استثماراتي اوجهها لفين، دي كل فرد ليه مطلق الحريه انه يتحرك زي ما هو عايز ناحيه الاستثمار بالنسبه له. ولكن النهارده لما نقول في استثمار امن، طبعا مش هنقدر اقول ان الذهب مش استثمار امن، على اساس ان الذهب هو في الاول خالص او اول حاجه ليه هو نوع من انواع الاستثمار اللي بيعتبره كتير من المستثمرين والافراد ملاذ امن للاستثمار. الذهب دايما بيبقى محتفظ بقيمته على مر السنين، ودايما الذهب بيكون في زياده، حتى لو انخفض هو على مر السنين بيرجع تاني. ولكن النهارده لما نيجي بنقول للشهادات، برضه في ناس بتبقى محتاجه لسيوله ليه؟ برضه مواجهه اعباء المعيشه وتكاليف المعيشه اللي هم بيواجهوها خلال الفتره الحاليه. طبعا مع ارتفاع تكاليف المعيشه، العائد الشهري لبعض الافراد مهم جدا جدا ان هو بيسند برضه في اعباء المعيشه. فكل واحد النهارده وعلى حسب برضه راس المال اللي بيكون له عامل كبير جدا، لان في ناس النهارده اتكلمنا عن واحد معاه 100,000 جنيه، طب النهارده في ناس معاها برضه ملايين. النهارده لو هنتكلم عن حد معاه مليون واثنين وثلاثة او اكتر من كده، هو ممكن يعمل محفظة استثمارية، يعني ممكن يوجه جزء تمام في الذهب. وانا برضو اقدر اوصي ان توجيهك لاستثمارات او ان انت تستثمر في الذهب ما يكونش زيادة عن من 20 ل 25% تقدر تستثمرهم، الباقي ممكن تستثمره في العقار او تستثمر جزء تاني في الشهادات الادخار اللي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر النهارده بالمعدلات المرتفعة ديت، لانها برضو تعتبر معدلات كويسة جدا في الوقت الحالي. نتكلم برضو عن الدولار. الدولار في السعر الرسمي طبعا في البنوك النهارده كان مسجل 30.95، وده كان السعر الثابت بقاله فتره طويله على السعر دوت كسعر رسمي في البنوك والمصارف الموجوده داخل جمهوريه مصر العربيه. ولكن النهارده لما نيجي نبص في الاسعار الدولار في السوق الموازي هنلاقيها بتتراوح ما بين 50 وربع و51 و17 قرش سواء للشراء او البيع. برضو هنقول ان كان في استقرار، على الرغم ان النهارده برضو بعد نزول الشهادات ديت بدأ يحصل تراجع في السوق الموازي. والنهارده برضو خلينا نقول ان سبب من اسباب طرح البنك الاهلي وبنك مصر للشهادات ديت هي امتصاص السيولة من الاسواق، علشان يبقى في فرصة كويسة جدا للمستثمرين او الافراد اللي لديهم ودائع او شهادات سابقة اللي هي كانت موجودة ب25%، يبقى في برضو ملاذ آمن للاستثمار داخل المصارف والبنوك في الوقت الحالي. لما نيجي نتكلم بعد كده فاينلي كده او اخيرا ونتكلم برضو عن ايه هو توقعاتنا لاسعار الذهب في خلال الفترة القادمة. خلينا نقول ان لو جينا شفنا الذهب على المستوى العالمي او سعر الذهب عالميا، هنلاقيه برضو هو النهارده كان مسجل اقفال 2038 دولار للأونصة، وده ما اختلفش عن حوالي بقالنا شهرين بنتكلم ان هو بيتراوح ما بين ال 2010 دولار وال 2035 او 2040 دولار للأونصة. يعني السعر العالمي مستقر على الرغم من كل الظروف المحيطة بينا او على الرغم من كل الظروف اللي هي كانت موجودة في العالم. مفيش اضطرابات جيوسياسية غير الحرب الروسية الأوكرانية زي ما احنا عارفين، وحرب اللي كانت موجودة أو النزاع اللي كان موجود داخل الأراضي الفلسطينية ما بين إسرائيل وغزة، وده أثر على الأسعار الذهب محليا خلال الفترة الأخيرة، واللي ارتفع فيها سعر الجرام 21 أو أسعار الجرامات كلها. بس خلينا نتكلم عن جرام الذهب ال 21 وارتفع من 2145 للجرام ووصل جاب 3400 جنيه للجرام الواحد. ولكن برضو خلينا نقول ان احنا قلنا خلال الحلقات اللي فاتت ان توقعاتنا ما كانش جرام الذهب ال 21 عيار 21 هيرتفع عن 3000 الى 3200، والنهارده فعلا بيتحقق كلامنا ان فعلا جرام الذهب ما اتحركش عن السعر ده، الا انه جاب 3400 جنيه وفي نفس الوقت نزل بسرعه علشان يفضل في المعدلات الطبيعيه ليه. احنا برضو عند توقعاتنا ان في خلال الفتره القادمه سعر الذهب مش هيطلع بالناس منتظراه ان يوصل ل 4000 او 5000 جنيه زي ما هو موجود، وناخد بالنا خلال الفتره الحاليه او الفتره المستقبليه، لان الحرب دلوقتي حرب شائعات وكل واحد بيدي او بيصرح تصريحات من دماغه، مفيش اي حاجه بتقول عن الكلام ده، زي موضوع التضخم على سبيل المثال وارتفاع الاسعار المبالغ فيه جدا اللي احنا كلنا شايفينه خلال الفتره الحاليه.
كل الناس النهارده او بعض التجار، مش عاوزين نقول برضو كل التجار، بعض التجار والصناع بيسعر اسعار السلع بتاعته على الاسعار السوق الموازي واكتر كمان من السوق الموازي، وناس سعرت فوق ال50 وال60 ووصلت لل70 جنيه تمام كتسعير للسلع بتاعتها. على اي اساس الكلام ده بيحصل احنا مش عارفين ومش قادرين، محدش يقدر يقول ان ممكن يكون في تعويم قادم في خلال الفترة القادمة. خلينا نقوله بكل صراحة، كلمة تعويم دي امن قومي، وكلمة تعويم لاخر لحظة بيبقى قرار سيادي، مش قرار مجرد اي حد ممكن يقدر يدلي بيه ويقول ان يبقى فيه تعويم. الموضوع دوت بيبقى فيه قرارات سيادية لان يمس الامن القومي ويمس المواطن المصري. كان معكم الخبير المصرفي وليد عادل، وشكرا لحضراتكم.